موني عز، هي فعلا الفلوس عز. لو مني بتستفيد خليك لقناتي مفيد واشترك وهيوصلك مني كل جديد. تطبيق موني عز بيديك لحد 50,000 جنيه. تخيل تنزل تطبيق حجمه 7 ميجا، تقول له انا عايز 50,000 جنيه يديك 50,000 جنيه. في اسهل من كده؟ حاجة بسيطة جدا. كل المطلوب منك تسجل بياناتك في التطبيق. يطلب منك صورة البطاقة أو صورة سيلفي وكده، يبقى داخل على الصور والفيديوهات. بعد كده يطلب منك جهات الاتصال بتاعتك، وبعد كده هيطلب منك المحفظة الإلكترونية اللي هيحول لك عليها. وبس كده يا مؤمن. كده يبقى هو خد كل الداتا بتاعتك اللي على الموبايل، وهيديك بقى يقولك ممكن يديك فرصة، يقولك مثلا راجع الكارد معاك. وممكن زي ناس كتيرة جدا دخلوا على التطبيق، مسافة ما تخلص التسجيل في التطبيق يقولك لقد نفذ رصيدكم، أو للأسف حدك الائتماني لا يسمح. شكرا لكم. هو خد كده هو اللي عايزه خلاص، وانت كده شكرا. طبعا في ناس كتير مصدقنيش ان انا بقول تطبيقات الكروت الشخصيه في مصر كلها بتسرق بيانات بلا استثناء، لكن ناس بتحب تجرب وناس بتحب تكتب تعليق وكومنت. طب انا اعمل ايه؟ طب انا اسدد ازاي؟ طب هم بيهددوني؟ طب هم بيبتزوني؟ كل الحاجات دي والله انا ما عنديش اي معلومة. انا كل اللي بعمله اني بحذرك قبل ما تقع رجلك في الخية. لو ما كنتش عارف تطبيق، حذر غيرك من تطبيقات القروض الشخصية في مصر.